السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبنائي وبنات طلاب وطالبات الصف الثاني الإعدادي. أهلا بكم في الحلقة الخاصة بمراجعة ليلة الامتحان. معاكم مستر تامر سعد. النهاردة يا شباب إن شاء الله هنعمل مراجعة مهمة جدا، هنجيب فيها أسئلة متوقعة في الامتحان، هنركز فيها على حاجات معينة عايزكم تركزوا معايا. يلا بينا عشان نبدأ الفيديو بتاعنا. تعالوا ناخد المحادثة الأولى. Complete the following dialogue. أشرف is asking أيمن about his hero. أشرف بيقول Who is your hero أيمن؟ مين البطل بتاعك يا أيمن؟ المفروض أيمن يرد. بعد كده أشرف سأل قال له What was your grandfather's job؟ وظيفة جدك كانت إيه؟ يبقى كده أيمن بيرد عليه يقول له إيه؟ يقول له My hero is my grandfather. البطل بتاعي ده جدي. فقام أشرف سأله قال له What was your grandfather's job؟ وظيفته كانت إيه؟ طبعا برضه هنا مش عارفين نرد غير لما نشوف. أيمن رد قال إيه؟ أشرف قال له جريت عظيم. وقام سأله سؤال تاني. أيمن بناء على السؤال ده رد قال he worked in a big hospital in Cairo. كان شغال في مستشفى كبيرة في القاهرة. يبقى وظيفة جده كانت إيه يا شباب؟ طبعا he was a doctor. أشرف رد قال great عظيم. وقام سأله سؤال. لما أيمن رد عليه قال له he worked in a big hospital in Cairo. كان بيقول له بقى إيه؟ أين اللي هي where فعل مساعد عندي did. يبقى where did he work؟ where did he work؟ بعد كده أشرف قال did he used to be a volunteer؟ هل هو كان متطوع؟ أيمن رد قال له yes he did. بعد كده أشرف سأل سؤال. أيمن رد قال yes I am so proud of him. يبقى كده السؤال اللي أشرف عمله are you so proud of him أو are you proud of him؟ تعالوا نشوف المحادثة التانية يا شباب. ساهر is telling his friend about his trip last Friday. ساهر بيخبر صاحبه عن رحلته الجمعة اللي فاتت. ساهر بيقول good morning نادر. نادر رد قال له good morning. وقام نادر سأل سؤال. ساهر قال له I went on a school trip. يبقى كان بيقول له what did you do last Friday؟ ايه اللي انت عملته الجمعة الماضية؟ ساهر رد قال له I went on a school trip. نادر بعد كده سأل سؤال. ساهر رد قال I went with a lot of our friends. يبقى كان بيقول له انت رحت مع مين؟ اللي هي who did you go with. بعد كده ساهر كمل الكلام فقال له why didn't you come؟ انت ليه ما جيتش؟ هنا نادر ممكن يرد يقول له اي حاجة. ممكن يقول له مثلا I was visiting my grandmother. انا كنت بزور جدتي. How was the trip؟ الرحلة كانت عاملة ايه؟ طبعا هنا هيرد يقول له مثلا it was great او it was fantastic. نادر بيقول له did you enjoy yourselves؟ انتوا استمتعتوا هناك؟ طبعا هنا هيرد يقول له yes of course. نادر رد قال great. تعال نشوف محادثة كمان يا شباب. ندى is asking علا about her interests. ندى بتسأل علا عن اهتماماتها أو هواياتها. فندى بتقول what are you interested in؟ انت مهتمية بإيه؟ مش عارفين علا ردت قالت ايه غير لما ندى سألت سؤال تاني. وعلا ردت قالت I enjoy reading at the library. أنا بستمتع بالقراءة في المكتبة. يبقى فوق علا كانت مالها بتقول I am interested in reading. أنا مهتمية بالقراءة. طبعا ندى سألت بعد كده بقى انت مهتمية بالقراءة فين أو انت بتقرأي فين؟ فقالت لها where do you usually read؟ where do you usually read؟ انت دايما بتقرأي فين؟ قالت لها I enjoy reading at the library. فندى سألت سؤال. علا قالت لها This book is about the history of Egypt. الكتاب ده عن تاريخ مصر. يبقى كانت بتسألها عن الكتاب اللي في ايديها بتقول لها What is this book about؟ What is this book about؟ ندى قالت Do you like history؟ انت بتحب التاريخ؟ ما دام هي بتقرأ في كتاب تاريخ يبقى أكيد بتحبه. يبقى yes sure. ندى بتقول Can I borrow this book please؟ هل أقدر أستعير هذا الكتاب من فضلك؟ علا طبعا هتقول لها yes of course. المحادثة الرابعة. رودينا is asking مريم about her daily routine. رودينا بتسأل مريم عن الروتين بتاعها اليومي. بتقول لها do you have daily routine مريم؟ هل أنت عندك روتين يومي يا مريم؟ هترد مريم تقول yes I do. رودينا بتسأل سؤال فمريم بترد تقول I get up at 6:30 in the morning. أنا بستيقظ الساعة 6:30 صباحا. فرودينا كده هتسألها عن ميعاد الاستيقاظ تقول لها when do you get up؟ بعد كده رودينا بتقول do you make your breakfast by yourself؟ هل أنت بتوضبي الفطار لنفسك؟ طبعا هنا مش عارفين نرد نقول
ولا لأ، غير لما رودينا سألت سؤال ومريم قالت my mom always makes it for me. ماما دايما بتعمله لي. فكده طبعا ايه؟ no I don't. تقوم رودينا تقول لها بقى who makes it for you. اما تيجي تعمل سؤال بهو عن فاعل عاقل بتحذف الفاعل العاقل وبتكتب الجملة زي ما هي، فتبقى who makes it for you. بعد كده رودينا بتقول how do you go to school every day. ازاي بتروح المدرسة كل يوم؟ مريم ممكن ترد تقول اي شيء، ممكن تقول مثلا I walk to school, I go to school on foot, I go to school by bus، زي ما انت عايز. ايمن is doing a school project. ايمن بيعمل مشروع مدرسي. سامي بيقول what are you doing. ماذا تفعل؟ ايمن رد مش عارفين لسه، غير لما سامي قال له do you know a lot about your family history. هل انت تعرف كتير عن تاريخ عائلتك؟ يبقى انا كده هربط الجملة اللي فوق مع الجملة اللي تحت واقول ايمن بقى يرد يقول I am doing a school project about my family history. بعد كده سامي قال له do you know a lot about your family history. انت تعرف كتير عن تاريخ عيلتك. هنا ممكن يرد يقول له yes of course. بعد كده سامي بيسأل سؤال فأيمن قال له my grandfather used to live in the countryside. يبقى يقول له ايه where did your grandfather used to live. بعد كده سامي سأل سؤال فأيمن قال له he was a doctor. يبقى كان بيسأله عن وظيفته بيقول له what was his job. what was his job. وظيفته كانت ايه. بعد كده سامي بيقول I think he was a good and helpful man. أيمن هيرد يقول sure I agree with you. سماح بتسأل بتقول Can I ask you some questions about your family. شاهد ردت عليها هنا طبعا هتقول لها yes of course. yes of course لأنها طبعا كملت أسئلة. فسماح سألت سؤال، شاهد ردت عليها بتقول لها There are 5 people in my family. يوجد 5 أشخاص في عائلتي. يبقى كانت بتسألها فوق عن العدد. بتسأل عن العدد يا شباب ب how many people are there in your family. سماح بتسأل سؤال فشاهد ردت عليها قالت لها I get up at 6 o'clock in the morning. يبقى كانت بتسألها عن ميعاد الاستيقاظ بتاعها. بتقول لها ايه When do you get up. بتستيقظي الساعة كام أو متى تستيقظي. سماح سألت بتقول What is your father's job. ما هي وظيفة والدك. طبعا هنا شاهد ما تنفعش ترد بأي وظيفة غير لما نكمل. فسماح بتقول لها Is your mother a doctor too. هل والدتك دكتورة أيضا. يبقى فوق شاهد كانت بترد تقول إيه He is a doctor. لازم تقول كده He is a doctor. عشان كده سماح سألتها Is your mother a doctor too. طبعا هنا ممكن تقول لها Yes she is أو No she is not زي ما أنت عايز. مازن بيقول Where did you go last weekend. حازم رد مش عارفين طبعا رد هيقول له أنا رحت فين غير لما نكمل تاني. حازم بيقول الأزهر بارك وعلامة تعجب يبقى فوق كان بيقول له I went to الأزهر بارك. فمازن رد بتعجب الأزهر بارك وقام سأله سؤال. حازم قال له to enjoy my weekend عشان أستمتع بنهاية الأسبوع. يبقى يقول له فوق إيه why did you go there. ليه أنت رحت هناك. طبعا إحنا عندنا السؤال بواي إجابته بتو أو because. مازن بيسأل بيقول who did you go with. أنت رحت مع مين. هنا طبعا مش عارفين نرد هو راح مع مين غير لما نكمل بقية المحادثة. لما مازن سأل سؤال وحازم قال له I went to الأزهر بارك in my father's car. يبقى طبعا أكيد فوق بيقول له إيه I went with my family. I went with my family يعني أنا رحت مع عائلتي. بعد كده مازن بقى هيسأل سؤال اللي هو بقى إيه How did you go there. How did you go there. إزاي رحت هناك. قال له I went to الأزهر بارك in my father's car في سيارة والدي. فمازن بعد كده بيسأل سؤال. حازم رد قال له Yes we had a nice time there. كده عندي السؤال هنا بفعل مساعد. طبعا هيبقى did. خد بالك لأن أنا عندي had هنا فعل أساسي. فهيبقى السؤال Did you have a nice time there. Did you have a nice time there. خد بالك أنا مش هستخدم هنا had في السؤال هستخدم did. Choose the correct answer from A, B, C or D. 1. He not much money on clothes. Send, mend, spends, plays. طبعا هنا الإجابة الصحيحة هتكون spends much money يعني بينفق مال.
2. She not goes to the beach. Never, didn't, isn't, doesn't. هنا يا شباب الإجابة الصحيحة هتكون never. never goes لأن الفعل هنا فيه es، وعشان الفعل لسه فيه es فأنا هيبقى النفي عندي بnever، مش هينفع أنفي بدوزنت، وكمان مش هينفع أنفي بإزنت لأن الفعل طبعا مفهوش ing. 3. My note is to get up and walk for an hour. routine, school, tape, tab. طبعا هنا الإجابة الصحيحة هتكون my routine اللي هو الروتين اليومي بتاعي. 4. We live in a knot of flats that overlooks the sea. block, black, mock, rock. طبعا هنا الإجابة الصحيحة هتكون block of flats اللي هي عمارة سكنية. 5. My note is ill so I can't play tennis. racket, net, ball, partner. طبعا هنا الإجابة الصحيحة هتكون partner اللي هو الشريك أو اللي هيلعب معايا يعني، لأن طبعا أنت عارف إن لعبة التنس اتنين مع بعض، فبما إن الشريك بتاعه مريض مش هيعرف يلعب تنس. 6. حمدي not friendly. all people like him. is always, is never, never is, always is. لما بيبقى عندنا verb to be لازم يسبق ظروف التكرار، فهيبقى عندي الإجابة A و B طبعا هي اللي فيها verb to be السابق ظرف التكرار، لكن بقية الجملة ومعناها إن all people like him كل الناس بتحبه فيبقى is always. 7. If you don't know the meaning of a word not the meaning. miss, lose, guess, less. طبعا الإجابة الصحيحة هتكون guess. لو أنت مش عارف معنى كلمة guess the meaning يعني خمن المعنى. 8. Many people visit my note on the internet. flat, blog, click, deck. هنا الإجابة الصحيحة هتكون blog يعني كثيرا من الناس بتزور المدونة بتاعتي على الإنترنت. 9. منال doesn't not her mother. helps, helping, helped, help. طبعا هنا الإجابة الصحيحة هتكون help لأن عندي لما بنفي ب doesn't لازم أشيل الإس من الفعل. 10. I not a fixed routine every day. have, does, makes, plays. هنا الإجابة الصحيحة هتكون have a routine يعني عنده روتين يومي. 11. Sama wants to improve her handwriting so she is learning history, geography, calligraphy, science. هي عايزة تحسن خطها يبقى هي بتتعلم calligraphy الإجابة نمبر C. 12. Before you go on holiday you should not sure that the doors are locked. do, make, get, here. طبعا هنا الإجابة الصحيحة هتكون make sure. خد بالك إن make دايما مع sure. 13. The deaf people cannot by using sign language. communicate, work, give, take. طبعا deaf people can communicate ممكن يتواصلوا باستخدام لغة الإشارة. 14. There is a beautiful note in my uncle's garden. science, museum, temple, fountain. طبعا هنا الإجابة الصحيحة هتكون fountain يوجد نافورة جميلة في حديقة عمي. 15. A or a not is a boy or a girl aged 13 to 19. old man, baby, teenager, child. طبعا هنا الإجابة الصحيحة هتكون teenager المراهق اللي هو عمره من 13 ل 19 سنة. 16. The skin of a zebra is not sharp, striped, curly, worried. طبعا الإجابة الصحيحة هتكون striped يعني جلد الحمار الوحشي مخطط اللي هي كلمة striped. 17. I would like to invite you to my birthday party. invite, catch, wait, play. طبعا هنا الإجابة الصحيحة هتكون invite أود أن أدعوك لحفلة عيد ميلادي. 18. نقط You have passed a really difficult exam. sorry, congratulations, worry, pity. طبعا هنا الإجابة الصحيحة هتكون congratulations تهانينا أو ألف مبروك. 19. أحمد نقط the train as he arrived at the train station late. made, caught, reached, missed. طبعا هنا الإجابة الصحيحة هتكون missed the train هو ملحقش القطار لأنه وصل لمحطة القطار متأخر. 20.
ياسر is a fantastic نقط. He prepares meals in a big restaurant. cook, engineer, sailor, pilot. طبعا الإجابة الصحيحة هتكون cook، لأنه هو طبعا بيعد وجبات في مطعم كبير، فتبقى وظيفته cook اللي هو طباخ. 21. This knot is comfortable. 3 people can sit on it. chair, table, sofa, desk. طبعا الإجابة الصحيحة هتكون sofa اللي هي الكنبة أو الأريكة، لأن هو بيقول 3 أشخاص ممكن يقعدوا عليها. 22. Sarah's house in the city is nice and not bad, boring, ugly, attractive. طبعا هنا الإجابة الصحيحة هتكون attractive. منزل سارة في المدينة جميل وجذاب. 23. We need a computer engineer to not our computer. repair, do, cook, put. طبعا هنا الإجابة الصحيحة هتكون repair. احنا محتاجين مهندس كمبيوتر عشان يصلح الكمبيوتر بتاعنا. 24. The nurse works on the note for children. word, world, farm. طبعا الإجابة الصحيحة هتكون word عنبر للأطفال. 25. People put note across windows to keep light out. rugs, curtains, cushions, sheets. طبعا هنا الإجابة الصحيحة هتكون curtains اللي هي الستائر. الناس بتحط الستائر على الشباك عشان تحجب الضوء. 26. They not go to school on holidays. always, usually, sometimes, never. طبعا هنا الإجابة الصحيحة هتكون never، لأن هم طبعا ما بيروحوش المدرسة في الأجازات. 27. This not sells delicious bread and cakes. butchers, bakers, chemists, grocers. طبعا هنا الإجابة الصحيحة هتكون bakers اللي هو المخبز ده بيبيع خبز وكيكس. 28. Egypt is the most important not in Africa. village, island, country, city. تبقى country دولة. 29. My uncle has a knot in his garden and he uses it to water his plants. tag, tab, tib, bench. طبعا هنا الإجابة الصحيحة هتكون تاب اللي هي حنفية أو صنبور ماء. 30. A knot is a big cupboard where you can put your clothes. table, wardrobe, robe. طبعا الإجابة الصحيحة هتكون wardrobe اللي هو دولاب اللي انت بتحط فيه الملابس. يلا بينا يا شباب نشوف أسئلة التصحيح. الجملة الأولى How often not do علي go to the club. طبعا do هنا يا شباب هتبقى does، لأن طبعا how often من كلمات المضارع البسيط بتتبع بدو أو بدز على حسب الفاعل، يبقى how often does علي. 2. Where not be you going. I am going to the zoo. طبعا يا شباب هنا بي هتبقى are. Where are you going. 3. This train goes not fast than the last one. طبعا انت فاكر ان المقارنة بتاعتك كلمة than بتسبق بصفة مضاف لها er او قبلها more. طبعا انا عندي fast صفة قصيرة فتبقى هنا faster. 4. This is the museum not who the school visited last year. طبعا هو يا شباب هنا هتبقى which، لان هنا مش مكان في حدث، ده هنا وصف للمكان. تعالوا ناخد نموذج تاني. 1. بسملة not be at school yesterday. طبعا عندي هنا yesterday دل على الماضي، فانا عايز اصحح الفعل بي في الماضي فتبقى was واحط لها النافية فتبقى wasn't. 2. Our football team will win because they are playing very good. طبعا تصحيح good هنا هتبقى will، لان انا عايز هنا adverb حال. 3. Does he not has wear his school uniform. طبعا has هنا يا شباب هتبقى have، انا عندي does لازم تتبع بمصدر، وطبعا عايزه كمان to، يبقى does he have to عشان اجيب كده بعدها الفعل فين في المصدر. 4. While I go home my father phoned me. طبعا go هنا هتبقى was going. ليه يا شباب was going؟ لان انا عندي طبعا قاعده while بعدها ماضي مستمر. ناخد نموذج تاني. 1. You mustn't eat or not drinks in the library. طبعا drinks هنا هتبقى يا شباب ايه؟ drink، لان طبعا mustn't او must بعدها infinitive فعل في المصدر، و or عندها هي اللي قبل or زي اللي بعد or.
2. I not learn to sail now. now كلمة من كلمات المضارع المستمر اللي بتكون من am أو is أو are والفيرب مضاف ل ing فتبقى هنا I am learning. 3. China is much not big than Britain. طبعا big هنا يا شباب هتبقى bigger، هضاعف الجي اخليها double G. 4. They not be usually late. طبعا be هنا هتبقى are. They are usually late لأن أنا عندي هنا صفة. تعالوا ناخد نموذج كمان. The city not known for its beautiful buildings. know هنا هتبقى is known، مبني للمجهول في المضارع البسيط اللي هو بيتكون من am أو is أو are والتصريف الثالث للفعل فتبقى is known. 2. I am looking forward to not sees you. طبعا التعبير بتاع looking forward to بيتبع بفعل مضاف له ing فتبقى هنا seeing. 3. حبيبة is not good than Sandy at math. طبعا المقارنة بتاعت good يا شباب هتبقى better than. 4. This is my school not who is far from my house. طبعا هنا هتكون which بالرغم ان هنا انا بتكلم على مكان ولكن طبعا جبت which عشان بعد النقط verb to be فعل، يعني في فعل بعد النقط وwhich اصلا هي اللي بيجي بعدها الفعل مش where، يعني ما ينفعش هنا تجيب where. تعالوا ناخد تدريب كمان. 1. I gave the shoes not who are too small for me to my cousin. طبعا هو هنا هتبقى which لان shoes ده شيء. 2. The children are singing not loud in the playground. loud هنا يا شباب هتبقى loudly، انا عندي الفيرب sing فهيجي بعديه الحال loudly واضيف لها ly. 3. cheese not make from milk. طبعا تصحيح make هنا هتبقى is made لان الجملة هنا مبنية للمجهول ولسه قايلين حالا ان المبني للمجهول am او is او are والتصريف الثالث للفعل فتبقى is made. 4. did نهى not went home. went هنا يا شباب هتبقى go لان did بتتبع بفعل في المصدر. تعال ناخد اخر تدريب معانا في اسئلة التصحيح. That bird is flying very faster. طبعا يا شباب هنا faster هتبقى fast، انا عايز هنا حال والحال من fast اوعى تقول fastly. Number 2. who not win the African Cup of Nations in 2018. طبعا win هنا هتبقى won التصريف الثاني لان طبعا in 2018 ده دل على زمن الماضي. 3. my plane not leave the airport at 7. طبعا leave هنا يا شباب هتبقى leaves لان الجملة هنا في المضارع لان مواعيد الطائرات والقطارات والمسارح والمكتبات بتوضع في المضارع البسيط فبسيب الفعل زي ما هو بضيف له اس طبعا عشان الفعل هنا مفرد. 4. you not have to take out the rubbish. I did it this morning. طبعا تصحيح يا شباب not have هنا هتبقى don't have لان هو بيقول له يعني انت مش مضطر ان انت تخرج القمامة، انا اخرجتها هذا الصباح. وبكده يا شباب نكون وصلنا لنهاية حلقة النهاردة. اتمنى من الله ان انتوا تكونوا راجعتوا واستفدتوا معانا بالمراجعة بتاعت النهاردة. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا شير ولايك، لو ما كنتش اشتركت في القناة يا ريت تشترك وتفعل زر الجرس عشان يوصل لك الفيديوهات الجديدة. لو عندك اي تعليق او عندك اي استفسار او محتاج اي حاجة تخص الامتحان في اي وقت سيب لي تعليق تحت الفيديو وانا هرد عليكم ان شاء الله. اشوفكم على خير واتمنى لكم التوفيق جميعا. جود باي.